رغم ثبات الأسعار، بس الغلبان مش هيقدر على سعرها. أسعار اللحوم اليوم السبت 5/7/2025 في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية. عزيزي المتابع، بعد إذنك دوس لايك للفيديو وشارك الفيديو عشان يوصل للجميع. عزيزي المتابع الكريم، تحس إن سوق اللحمة ده عامل زي موج البحر، ساعات هادي وساعات بيعلى، بس اللي ثابت فيه حاجة واحدة بس: الغلبان مش هيقدر عليها. النهاردة السبت 5/7/2025، كل الناس بتقول إن الأسعار استقرت. كلام حلو ويطمن، بس لما تنزل السوق وتشوف الأرقام تحس إنك في عالم موازي، عالم الأرقام فيه بتضحك عليك. هنشوف في المنافذ الحكومية المفروض إن هي بتوفر دعم للناس الغلابة، أسعارها عاملة إزاي؟ الموزة ب 295 جنيه في الكيلو، البقري ب 280 جنيه، وش الفخدة ب 300 جنيه، الفيليتو ب 350 جنيه، البفتيك والاستيك ب 325 جنيه، حتى الكبدة الطازة اللي كانت سند الغلابة بقت ب 300 و 350 جنيه. أما في منافذ وزارة الزراعة فالكبدة ب 250 جنيه، السجق ب 225 جنيه، الضاني ب 350 جنيه، المفروم ب 230 جنيه. أسعار تحس إنها مكتوبة بلغة تانية، لغة الأغنياء، يمكن مش لغة الناس اللي بتكافح عشان تعيش. طيب لما تسيب المنافذ الحكومية اللي هي أحسن اختيار قدامك وتنزل على محلات الجزارة اللي هي كانت أمل زمان بس دلوقتي بقت صعب جدا، الأرقام تجنن. الكندوز ب 420 جنيه، الكندوز الكبير ب 360 جنيه، الضان ما بين 390 و 400 جنيه، البتلو ما بين 340 و 380 جنيه. حتى اللحمة البلدي اللي المفروض دي بتاعتنا سعرها ما بين 350 و 400 جنيه. تحس ان في ايد خفية بتلعب في الاسعار دي، بترفعها وتنزلها على مزاجها، واحنا واقفين بنتفرج وبنحس بالعجز. اللحمة المفرومة اللي كانت الحل لأسر كتير سعرها ما بين 400 و 450 جنيه، يعني عشان تعمل صينية مكرونة بالبشاميل، صينية محترمة، ممكن تدفع نص مرتبك في اللحمة بس. طيب واللحمة الجملي اللي كانت أرخص شوية سعرها بيتراوح بين 250 و 280 جنيه. المجمدات البرازيلي في الأسواق بتبدأ من 220 جنيه. كل الأرقام دي بتلف في دماغك وتخليك تسأل مين بيستفيد من الأرقام دي ومين اللي بيتألم منها. الإحساس اللي بيسيطر عليك وانت بتشوف الأسعار دي هو الحسرة، حسرة على نفسك وعلى أولادك اللي ممكن يتحرموا من لقمة لحمة بسبب الأرقام دي. الأسعار ثابتة، بس ثابتة في سما بعيدة عن ايد الغلبان، ثابتة في عالم الأرقام مش في واقع الناس اللي بتكافح. اللغز هنا مش في الأرقام نفسها، اللغز في المسافة الرهيبة بين الأرقام دي وبين جيوب الناس. طيب بما إن اللحمة بقت لحمة الأحلام لمعظم الناس، تفتكر لو الناس قررت فجأة إنها تستغنى عن اللحمة خالص، هل ده ممكن يغير الأرقام للأحسن؟ وهل الأسعار دي هتنزل؟ يا ترى إيه اللي هيحصل؟